النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل رز معمر. بصوا كده زي القمر ومستوي وزي الفل. طلع لكم منه عشان نشوف، وبعدين نبدأ نشوف هنعمله ازاي. ادي اهو الرز المعمر، شايفينه في منتهى الجمال. بصي مفلفل مش معجن، شايفه اهو متحمر زي الفل. شايفين مفلفل ازاي؟ حلو قوي. لو اول مره تخشي عندي اوعي تنسيني في اللايك والمتابعه، احنا بنعمل حاجات حلوه كتير هنا. يلا بينا نشوف هنعمل الرز المعمر الامور ده ازاي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه هنصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. هنعمل النهارده الرز المعمر بطريقه سهله جدا، والطعم بقى مش هقول لكم في منتهى الجمال، سهل وبسيط وهتقدري تعمليه بكل سهوله. عندنا هنا الاول اي حاجه عندك، صينيه، طاسه، اللي يعجبك. لو هتعملي في نفس الصينيه يبقى خلاص اعملي فيها، لكن انا عشان هحطها في صينيه تانية فانا هشوح هنا تمام، وهسويه نص سوا برضو هنا عشان ابقى ضامنه ان الرز ايه استوى. عندنا هنا الرز انا هحط كوبايه وربع، يعني حسب بقى اللي انت عايزاه. ممكن تعملي كيلو، تعملي نص، تعملي كوبايه، نص كوبايه، اللي اهم حاجه انك تشوحي الرز مع السمنه كويس. لو عندك سمنه بلدي طبعا تبقى ايه في منتهى الجمال. هنحط الملح اهو. طبعا التحقيقه بتاعتك انت بتحبي ملح زياده او ملح ايه بسيط. شوحي اهم حاجه انه يسخن، وانا طبعا اللبن بسخنه، غليته قبل كده بس دافي، فقلت ايه اسخنه علشان احطه فوق الرز ايه يبقى سخن. شايفين انا بحب احط شويه فلفل اسود فيه، اللي مش حابب ما تعملوش، بس انا بحب طعم الفلفل الاسود فيه يعني. تمام، اقلب. هو خلاص كده شايفينه اتشوح وخد الايه السمنه وشرب منها وبقى تمام. هنوطي النار بس علشان الايه حاجه ما تفرش، وهنبتدي نحط اللبن شايفينه بايه بالقشطه بتاعته. هنسيبه بقى يتشرب وياهو يبقى نص سوا، وبعدين ننقله في الطاجن اللي احنا عايزينه يخش الايه الفرن، ويكمل بقى سواه فين في الفرن. احنا هنا جبت الطاجن اهو، وهحط فيه الرز اللي هو نص سوا. شايفين انا مخليه لسه فيه، يعني بصوا هو شرب 3/4 اللبن، بس انا حبيت ان انا احطه كده علشان لو نشف يبقى ايه هيعجن منك، فاهمه؟ فانا بحطه كده واغطيه وادخله الفرن. بعد يعني نص ساعه كده بلاقيه ايه استوى خلاص. اقوم هحط القشطه على الوش، هدخله بس الفرن ان شاء الله، ولما يخرج هوريهولكم ونحط القشطه مع بعض ونشوف هنعمل ايه في الرز الحلو ده. اهم حاجه انك تغطيه، لازم تغطي الرز عشان يستوي في البخار بتاعه. هدخله الفرن على 160، ولما يستوي نحط القشطه مع بعض ونشوف هيبقى شكله ازاي. وهنا الرز اهو استوى، شايفين؟ هنبتدي بقى نحط القشطه. دي قشطه بتاعه اللبن انا محوشاها تمام في الفريزر، باخد منها كده وبحط. تفرشيها بقى كده علشان ايه دي اولا بتدي لون للطاجن بتاعك، تاني حاجه انها بتحمي الرز ان هو ما ينشفش بعد كده، يعني لما
يفيض عندك ولا حاجه ما بينشفش. دخلها بقى تحت الشوايه، ولما يخرج اوريهولكم ان شاء الله يعجبكم. شايفين القمر؟ ايه رايكم؟ في منتهى الجمال ومستوي وزي الفل اهو، شايفينه؟ ايه رايكم؟ لو اول مره تخشوا عندي اوعوا تنسوني في اللايك والمتابعه، احنا بنعمل حاجات حلوه كتير هنا. نورتوني وشكرا على المشاهده. سلام.